هذا هو الديسير اللي كل ما نديروه خلاص في دقيقته. معشوق الجزائريين يفوتش رمضان بلا ما نديروه مره وزوج وثلاثه. واحد الكريمه اقتصاديه وبزاف بنينه، تقدروا ديروها بكامل التحيه. ما تنساوش تخلونا جيم وكومونتير وتابونيو وديروا حفظ وتبارطاجيوها. كسرونا درت نص لتر حليب، مغرفه سكر، 2 مغارف كبار بومبي تاع مايزينا، حبه بيض، مغرفه صغيره تاع لافاني، نخلطوا بارد في بارد، نحطوهم فوق النار، نقعدوا نخلطوا حتى يتقال لو ميلونج. نزيدوا مغرفه كبيره تاع المارغرين، نخلطوها نفرغوها في ريسيبيون، نغلفوها كونتاكت ونحطوها في الريفريجيراتور حتى تبرد مليح. بعد ما تبرد نفرغوا لا كريم في بول ولا ريسيبيون، تزيدوا له 1 فلان كراميل، وبهذاك البو نكيلو 1 شونتيي وتطلعوها حتى تحصلوا على كريمه هوموجين. نوجدوا طبقه تاع لي بودوار. هنا راح نوجدوا القهوه، راح نستعمل قهوه سريعه الذوبان ميكس بريسو 3 زونات، تجي خفيفه وبزاف بنينه. زدت باكي تاع جولد باش تعطيني هذيك القوه تاع القهوه. شمخت لي بودوار، درت طبقه كيما راكم تشوفوا، زدت فرغت عليها لا كريم، سويتها كامل، حطيتها ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه في الريفريجيراتور، شدت روحها ودرت لها طبقه تاع البنان، قطعتهم هكا دي بتي دي، ودرت اون بون كوش تاع الكراميل. انا درت نسلي كراميل برك ذوبتها في باماري. نكتب لكم وصفه كراميل منزلي تحت لا فيديو، لازم تجربوها، قولوا لي حبينا ولا ما حبينا.